السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سندسة ودي القناة بتاعتي. لو انت أول مرة تشوفي قناتي انزلي بسرعة اضغطي على اشتراك وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد مني، وما تنسينيش باللايك والشير، بحبكم جدا. هعمل معاكم النهاردة كرات اللحم السويدية أو كفتة الإيكيا. كلنا لما بنروح إيكيا أو أيكيا أكتر طبق بنتفق عليه إن احنا ناكله هو كرات اللحم السويدية والبطاطس البوريه. هعملها النهارده باسهل طريقه: البطاطس البيوريه وكرات اللحم السويديه والصوص اللي بيتقدم معاهم. نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه انا معايا نص كيلو من اللحمه يكون فيها نسبه 25% من الدهون، ومعايا بصلايه متوسطه مبشوره ناعم خالص، ومعلقتين كبار من البقسماط الناعم، وربع كوبايه من اللبن الحليب اللي هو في البلاد الغير عربيه بيسموه حليب، ومعلقتين كبار من الزبدة درجة حرارة المطبخ، وبيضة، التوابل ملح وفلفل وبابريكا من كل نوع نص معلقة صغيرة. هي دي مكونات أو مقادير اللحمة السويدية. اول حاجه بقى نحط طاسه على النار، واحط المعلقتين الزبده. اول الزبده ما ابتدي ان هي كده تسيح وتسخن انزل عليها بالبصلايه المبشوره. على فكره يفضل استخدام البصل ان هو البصل الابيض السكري، بس انا بستخدمه النهارده البصل الاحمر. لو انت عندك بصل ابيض استخدميه. هقلب فيه، انا عاوزاه بس يدبل، انا مش عاوزاه ياخد لون ولا اي حاجه عشان ما يبقاش طعمه قوي في اللحمة لما اشكلها. تمام، هو كده دبل معايا. حط في البوتاجاز بقى وهحطه في طبق تاني عشان يبرد. هبتدي ان انا اقعد اقلبه كده عشان يبرد، عشان لما احط عليه البيضة ما يسويليش البيضة. قعدت اقلب فيه حوالي 5 دقايق لحد ما ابتديت ان هو يعني درجة الحرارة بتاعته تهدى. بعد كده ابتديت انا اضيف اللبن. كمان ضفت معلقتين الكبار البقسماط وبقلبهم كويس جدا مع بعض. بعد كده هبتدي ان انا اضيف البيضة، وضفت البيضة اخر حاجة عشان يكون يعني البصل هدى شوية من درجة الحرارة. وكمان ضفت التوابل الموجودة اللي معايا، وابتديت بقى ان انا اخلطهم مع بعض كويس جدا. باقي معايا اللحمة ابتديت ان انا انزل بيها كده على الخلطة وعجنها كويس جدا 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 مع بعض. يعني عجني على قد ما تقدري فيها، خلي المكونات تمتزج مع بعضها وتختلط مع بعضها كويس جدا. عجنت فيها حوالي 5 دقايق لحد ما ده كان شكلها. بصوا، هي العجينة كده يعني سخنت كده في ايديا من كتر العجن. ابتدي ان انا احطها في التلاجة لمدة نص ساعة تريح عشان اعرف اشكلها. هجهز البطاطس البيوريه. انا جبت 3 بطاطسات وقشرتهم كويس جدا وقطعتهم مكعبات. هحتاج كمان تلت كوباية من الزبدة المذابة، وكوباية كريمة طهي، ومعلقة ملح صغيرة، وده نص فص من التوم، نص فص بالظبط. هحط الملح والتوم على البطاطس، وهبتدي ان انا احط على البطاطس مية ساقعة زي ما انتوا شايفين كده. هخلي المية تغطي البطاطس وارفعها على البوتاجاز. رفعتها على البوتاجاز على نار عالية زي ما انتوا شايفينها كده. اول البطاطس ما تبتدي ان هي تطلع يعني الفقاقيع دي ههدي النار خالص لغايه ما تستوي. انا مش عاوزه انا عاوزه البطاطس انها تستوي بس ما تنهريش وتفضل محتفظه بشكلها. بعد مرور بالظبط حوالي 11 دقيقة او 12 دقيقة كان ده شكل البطاطس، ان هي استوت بس محتفظة بشكلها وبقوامها. يعني لما حطيت فيها الشوكة كده دخلت بس بتقطم. هو ده القوام اللي انا عاوزاه. هبتدي ان أنا احطها في مصفى واصفيها من المية خالص. اهم حاجة ان هي ما يكونش فيها اي مية. بعد ما صفيتها من المية حطيتها في المصفى زي ما انتوا شايفين. وافضل طريقة ان انت تعملي البطاطس البيوريه ان انت تعمليها بالمصفى زي ما انت هضغط عليها كده في المصفى، هتطلع ناعمه خالص وكريميه.
اوعي تستخدمي الكبة او المفرمة. ممكن تستخدمي هراسة البطاطس بس مش هتديكي النتيجة المطلوبة. افضل نتيجة هتحصلي عليها وانجح نتيجة هي المصفى. بعد ما عملتها كده بالمصفى، بعد ما نعمتها كده بالمصفى، ده كان شكلها. ابتديت ان ازودها اول حاجة بالزبدة، بس هزود الزبدة على مراحل. يعني احط كده معلقتين واقلبهم، الزبدة تشرب، البطاطس البيوريه تشربهم. ازود تاني. وما تحطيش الكريمة الاول، لا خليها تتشرب من الزبدة عشان تديك الطعم. طعم نفس اللي احنا بناكلوه في ايكيا او ايكيا. كده انا خلطت الزبدة كلها مع بعضها، والبطاطس اتشربتها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله. هبتدي بقى ان انا انزل برضو بكريمة الخفق او كريمة الطهي بنفس الطريقة بالتدريج، ما تحطهاش كلها مرة واحدة عشان البطاطس تشربها. حلو قوي كده. شايفين قوام البطاطس عامل ازاي؟ ولا اروع من كده بالظبط بالظبط. نفس اللي احنا بناكلوها في ايكيا. وكده البطاطس البيوريه جاهزة. نرجع بقى للكفتة بتاعتنا. بعد ما عدى نص ساعة ابتديت ان انا اشكلها كده على هيئة كور. انا استخدمت المعلقة ديت عشان كلها تبقى حجم واحد، يعني قد بعض. طبعا هي بتتشكل بكل سهولة لانها ارتاحت كويس جدا في التلاجة. هو عدى عليها بالظبط نص ساعة. بعد ما خلصت تشكيل الكفتة اللي انتوا شايفينها دي، نروح بقى على البوتاجاز واحط معلقتين زبدة على النار في الطاسة كده، وحطيتها على النار. اول الزبدة ما ابتدت انها تسخن، ابتديت ان انا انزل بكرات اللحم واحدة جنب واحدة، بس سايبة مسافات بينهم عشان تاخد راحتها في التحمير. هي مش هتاخد وقت خالص لان انا معلية النار، ومش عاوزة اقلب فيهم بالمعلقة كل شوية عشان ما تنهريش مني. فبقلب كده بالستيك بتاعة الشيش طاووق. هفضل اقلبها على كل جنب عشان تستوي من قلبها كويس. شايفين انا بقلبها على الجنب اهو. عاوزه اقولك ان هي ريحتها حلوه ومش هتقدري تفرقيها بين اللي انت بتعمليها في البيت واللي انت بتاكليها بره في ايكيا. هبتدي بقى ان انا اخرجها، اللي استوت اخرجها، وهكمل الباقي بنفس طريقه التسويه. بعد ما خلصت باقي التحمير زي ما انتوا شايفين كده، في نفس الطاسة او طاسة تانية زي ما تحبي، حطيت معلقتين من الزبدة ومعلقتين كبار من الدقيق، وابتديت ان انا احمر الدقيق. انا اكنك بتعملي بشاميل كده، بس هوصل للدقيق بمرحلة اغمق شوية من البشاميل. انا عاوزاه عشان يديني اللون البني الجميل المطلوب زي اللي بناكله بالظبط في ايكيا. استمري في التقليب عشان كله ياخد لون واحد. لو تلاحظوا اللون الدقيق بدأ يتغير زي ما انتوا شايفين كده، هو ده اللون اللي انا عاوزاه، اللون البني. هكون مجهزة كوبايتين من الشوربة. ولو ما عندكيش شوربة طبعا كوبايتين شوربة مغلية، ولو ما عندكيش شوربة ممكن تجيبي كوبايتين مية سخنة وتحطي فيها مكعبين مرق. هبتدي انزل بيهم على الدقيق اكني بعمل بشاميل بالظبط، مع استمرار التقليب عشان الدقيق ما يكلكعش. واقلب كويس جدا لغايه ما افككهم كده من بعض. زي ما انتوا شايفين انا استخدمت المضرب عشان يسهل عليا عمليه التفكيك. وبعد كده هستخدم نص كوبايه من كريمه الخفق او كريمه الطهي، حطيتها برضو على الصوص. وكمان هستخدم نص معلقه صغيره من الصويا الصوص الفاتح متعدد الاستخدامات، نص معلقه صغيره، ومعلقه صغيره من الملح، وربع معلقه صغيره من الفلفل. وما تكتريش الفلفل الاسود عشان ما يغمقش جامد الصوص. اول ما ان هو ابتدى ان هو يغلى، نزلت بكرات اللحم زي ما انتوا شايفينها كده
بالظبط 3 دقايق وحط في البوتاجاز ونبتدي ان احنا نقدمها. 3 دقايق بالظبط. بعد مرور 3 دقايق دي البطاطس البيوريه ودي كرات اللحم، وحط عليها كده الصوص. يا رب يكون عجبكم